السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر، أنا عندي 14 سنة. هنزل هنا قصص. الحقيقة أنا عدت الريكورد ده كذا مرة عشان مكنتش عارف أقول إيه، بس أنا هقول اللي أنا عايز أقوله وخلاص. أنا هنزل هنا قصص. ليه قصص؟ عشان القصة الحاجة الوحيدة اللي بتعبر عننا من غير ما إحنا نتكلم. يعني مثلا ممكن تتكلم مع صاحبك، أو ممكن تتكلم مع أصحابك على القهوة، أو مثلا تبقى مع عيلتك ما تقدرش توصف اللي جواك. القصص هي الحاجة الوحيدة اللي بتعبر عننا بطريقة سينمائية من غير ما احنا نتكلم. بتتكلم عن مشاعر الداخلية اللي احنا بنحسها من غير ما نتكلم. وأتمنى القصص دي تقدر توصل لقلبكم قبل ما تعجبكم. وأول قصة هحكيها النهاردة بعنوان تاء مربوطة. تاء مربوطة. أنا إنسانة وأنت إنسان، بس الفرق اللي ما بيننا كتير. أنا متقيدة، أنت مش متقيد. ده اللي أنا اتربيت عليه. معرفش هو في مجتمعنا ولا في بيت ابويا، بس اللي انا اتربيت عليه في بيت ابويا كان هو كده. وسط ما كانوا اللي حواليا بيمسكوا القلم والكراسة، انا كنت بمسك المقشة والمساحة. خليني اكلمكم عني شوية. انا مريم، دلوقتي انا بقى عندي 22 سنة. اتربيت عن اني متعلمش. اتربيت مع اخويا وابويا من ساعة ما مامتي ماتت وانا صغيرة، وبابا منعني من التعليم. يا دوبا بعرف اكتب واقرا وبس. منكرش ان دي حاجة كانت بتزعلني جدا. كان نفسي اطلع دكتورة، مهندسة، على الاقل ابقى فاهم ان انا اقدر اتعامل مع المجتمع. لكن كل ده ما حصلش، لان بابا قال لي ان البنت ملهاش الا بيت جوزها. يعني مفيش عليهم الحاجات دي. وحتى البنت اللي بتتعلم تكبر وتروح بيت جوزها، فملهاش لازمة. وللاسف سمعت كلام بابا. حتى انا لو ما كنتش مقتنعة ما كنتش عارف ان اعمل حاجة، لان ملهاش لازمة مقتنعة او مش مقتنعة، او مش مهم رأيي اصلا. لكن فعلا لما كان عندي 22 سنة اتقدم لي عريس. كان اسمه محمد. هو كان بيسافر بره كتير، وحرفيا كان معاه فلوس كتير جدا. وهو ده اللي كان بابا عايزه. عريس معاه فلوس وخلاص. هو شايف ان اي حاجة بتشتري بالفلوس. يعني ادام هيعيشني عيشة كويسة خلاص. اما عني انا فكالعادة ما كانش ليا رأي. عدت فترة وفعلا اتجوزنا انا ومحمد. ولما اتجوزنا انا محمد كان بيعاملني بطريقه غريبه، يزعق ويشخط ويعمل كل حاجه. للاسف الموضوع موقفش عند هنا. فمره ضربني. انا رحت لبابا، لكن انصدمت لما بابا ضربني قدامهم كلهم. بس بقى انصدمت لما بابا ضربني وقال لي لو مهما حصل ما اجيش واشتكي له من جوزي ابدا. هنا انا حرفيا ما كانش لي اي حاجه. كنت مصدومه وزعلانه جدا. بقيت بتضرب على طول، وما بقتش بعرف ان انا اتكلم. لحد ما في مرة محمد قال ان هو هيسافر وهياخدني معاه. انا طبعا ما كنتش حابة الفكرة، بس بابا وافق. وفعلا سافرنا. من ساعة ما سافرنا ورحنا البلد الأجنبية دي أنا كنت مرعوبة. خفت أكتر وزعلت أكتر. ما كنتش عارفة أقدر أوصف مشاعري. بعد كده عرفت إن هي اكتئاب. قاعدة محبوسة، مش عارفة مش عارفة هما بيتكلموا بيقولوا إيه، ولا عارفة أنا فين. منكرش إن الشقة كانت تحفة كالعادة، بس أنا ما كنتش عارفة انا هنا ليه ولا فين ولا بعمل ايه. للاسف حبستي زادت اكتر. مبقتش بخرج من الاوضه خالص. اطبخ، اروق وبس. افتكر في مره كنت طبخه اكل وهو جه. بعد ما جه كنا بنعمل اكل وكده. هو ده الاكل، والواضح ان هو كان اصلا متعصب. مسك الطبق وحدفه في وشي جامد. انا انصدمت واغمى عليا لان الخبطه كانت قويه. صحيت لقيت نفسي في المستشفى، ولقيته هو قاعد جنبي وماسك ايدي بحزن وبيرتعش وبيعيط. انا عارف ان هو مش بيعيط عشان خايف عليا، بس هو برغم ان هو كل شويه بيضربني لكن هو كمان جدا. انا بصيت له بملامح بارده لان انا كنت عارفه اللي فيها. هو بس خايف على نفسه مش عليا. بص لي وابتسم ابتسامه كبيره ومسك ايدي وبس. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، بس بسكت بنفس البرود وسكت. سألها هل أنا أخرج دلوقتي، بس الدكتورة قالت يستنى لبكرة. فعلا أنا قررت إن أنا ما ينفعش أقعد أكتر من كده. دي فرصة لازم أهرب. أهرب من تقيدي. من أكيد مش هفضل كل شوية أتضرب.
انا اتخنقت، اعمل ايه؟ فعلا بالليل كان هو مشي وما كانش في حد يعني قاعد جنبي، بس الدكاترة بيدخلوا يبصوا عليا كل شوية. انا في الوقت اللي الدكاترة ما كانوش بيبصوا عليا فيه قررت ان انا اخرج من المستشفى واهرب. بدأت ان اخرج لما لقيت ان الدنيا هادية واحدة واحدة، لحد ما اخيرا فعلا خرجت من المستشفى. اول ما خرجت جريت، اول مرة ادوق طعم الحرية. كنت بجري وكان شعري بيطير وكان الهوا شديد، بس انا ما كنتش مهتمة، بالعكس ده كان هوا الحرية. اول مرة ادوقه كان تحفة. الهوا بنشمه كتير بس صعب يعني ان حد يشمه بحرية. الحرية جميلة جدا. من كتر التعب انا قعدت في الارض وسكت لثواني، اللي هو انا هروح فين؟ معقول انا في بلد ما اعرفش فيها حاجة؟ طيب انت كان دلوقتي استوعبت انا في بلد ما اعرفش فيها حاجة، مش عارفة دول بيتكلموا يقولوا ايه دول، ولا عارفة اي حاجة. طب والحل؟ مفيش. ده انا بعرف حتى اتكلم عربي بالعافية. ازاي؟ لسه واني بقيت بعيط بجنون لحد ما في عربية وقفت وخرجت بنت كده كانت الواضح يعني ان هي برضه في سني يعني. نزلت وكان شكلها شيك جدا، لابسة نضارة كده وشكلها بنت بشوات. لقيتها بصت لي باستغراب واتكلمت بتلقائية عربي. بعد كده اتكلمت بسرعة انجليزي وقسمت كلامها، يعني هي اتلخبطت واتكلمت عربي بس افتكرت انها في انجليزي يعني وكده. انا عيوني فتحت كده وبصت لها بابتسامة كبيرة. ايوه هي دي، لازم امسك فيها بايديا وسنيني، دي مصرية وبتتكلم مصري زينا. بصيت لها انا قلت لها ان هي ما تتكلمش انجليزي، انا مصرية. هي بصت لي باستغراب ودخلنا انا وهي العربية وانا حكيت لها كل حاجة عن حياتي. اصلا ما كانش قدامي اي حل، كان لازم نعمل اي حاجة. انا خلاص مفيش اسوأ من اللي حصل لي. هي انصدمت من كل حاجة في حياتي، قالت لي انها ممكن تطلقني منه، بس انا رفضت عشان انا مش عايز اتطلق، انا بس عايز ابعد. بس انا لو رحت مصر ما انا هرجع لنقطة الصفر تاني. المحامية البنت قطعتني وقالت لي انها محامية، وقالت لي ان هي ممكن تطلقني منه وكده، وقالت لي ان هي بابايا مش هيقدر يقربني. بس انا مش عايزة كده، انا بحب بابا، بس يعني حتى لو بابا اذاني انا بحبه. بس انا لو سمعت كلام بابا ورحت مصر عشان بابا يبقى مبسوط مني هرجع لنقطة الصفر تاني. طب انا حتى على الاقل مش عايزة اتضرب. قطعني تفكيري لما المحامية قالت لي هتعملي ايه. طيب المرة التانية جربت فيها طعم الحرية، بتقول لي هتعملي ايه. اول مرة حد يسألني عن رأيي انا بصيت لها وابتسمت بتلقائية. حرفيا انا ضحكت جامد. هي بصت لي باستغراب وقالت لي انت بتضحكي ليه، انت مجنونة؟ بس انا قلت لها ان انا اول مرة فعلا حد ياخد رأيي. كانت حاجة حلوة، ما اعرفش ممكن تتمر عليا، بس حرفيا هي كانت حاجة حلوة. حد يسألني انت عايزة ايه. المحامية مرة واحدة حضنتني، ما اعرفش حضنتني ليه، بس هقول اول مرة احس بمشاعر حلوة لما هي حضنتني. اصلا انا اخر مرة اتحضنت فيها قبل ما ماما تتوفى بيومين، كانت حضناني جامد لما بابا ضربني عشان خاطر طلبت كشكول جديد للمدرسة. ساعتها هو ضربني وانا نمت، لقيت ماما بتحضني وانا نايمة. انا كنت نايمة بس حاسة بحضنها. مين بس اللي ما يحسش بالحضن او بالحب؟ حب العيلة، حب الحبيب، اي حب. وبس كده لحد هنا خلصت الحلقات، استنوني في حلقة جديدة. باي.